عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر. كل اللي متابع قناة هاني من البيت يكون بخير. النهارده هعمل سمك تونة. سمك تونة يا حبايب قلبي اهو، منضفاه وغسلاه بليمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي، بس السمك دوت بصراحة يعني انا بشتغل دليفري من البيت. في ناس يعني واحدة جارتي كده بتجيب لي مثلا السمك الصبح وقبل ما تروح الشغل، هي موظفة شغالة بره، بتجيب لي السمك وبتقول لي مثلا اعمليه، وبتيجي بعد ما تيجي من الشغل بتيجي تاخده. يعني بصراحة انا يا جماعة اول مرة حاجة اقولها على القناة النهاردة. انا فاتحة القناة دي مصدر رزق، عشان انا جوزي بصراحة بيغسل كلى وتعبان، فانا فاتحة القناة دي مصدر رزق بصراحة. انا بعمل الاكل اللي على القناة ده معظمه بيبقى ناس جايبينهولي، انا بعمله في البيت، هما بيبقوا شاريين وانا اللي بعمله لهم في البيت. انا على فكره متعلمه، كنت موظفه وسبت الشغل عشان جوزي كان تعبان، واضطريت ان انا اسيب الشغل عشان هو بصراحه بيغسل كلى. هو اكبر مني ب10 سنين، بس انا بقول له يا بابا، بيختبر يعني انا محتبراه عشان هو حنين زي والدي يعني. بقول له يا بابا، يعني هو حنين جدا 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 يعني. بصراحه من ساعه ما تعب سبت الشغل، كنت موظفه وسبت الشغل وقعدت عشان ايه، عشان من ساعه ما هي وكده. ففتحت القناه دي، قلت افتحها مصدر رزق وكده عشان علاج وكده. وطبعا ابني كان شغال طبعا، بس ساب الشغل بقاله يومين كده عشان قعد مع ابوه، عشان ابوه طبعا قعد معاه. طبعا راح، طبعا ابوه قاعد في مصر طبعا هناك عشان هو تعبان. قال انا هقعد، جه طبعا قعد من الشغل تعب شويه وجه قعد وقال هروح مع بابا، اقعد مع بابا. وانا فاتحه القناه دي مصدر رزق. انا اول مره اقول حاجه زي دي على القناه يا حبايب قلبي، بس انا اسفه، انا ما قلتلهاش الحاجه دي قبل كده ليكم، انا اسفه على ان انا بقول كده يا حبايب قلبي. فتحت القناه دي مصدر رزق وربنا يرزقني بيها. يعني اللي بيبقى عنده حاجه عايز يعملها، الناس بتجيب لي الحاجات وانا بعملها في البيت هنا، بعملها. الناس دي بتبقى موظفه وبيجيبوا لي الحاجات قبل ما بيمشوا الصبح، بطبخ لهم الاكل انا، وبيجوا ياخدوه بعد ما بيجوا من الشغل. بس انا يعني اول مره اقول الحاجه دي يا جماعه ليكم يا حبايب قلبي. انا كنت مكسوفه اقول لكم كده، بس عادي يعني، والحمد لله والشكر لله يعني على اللي ربنا بيجيبه كله. ربنا ما بيختبر عبد المؤمن، بيختبر في حاجه بيشوفه هيقدر يستحمل ولا لا. فالحمد لله احنا احلى من غيرنا بكتير، بس الحمد لله انا دلوقتي سبت الشغل وفتحت القناه دي عشان مصدر رزق، عشان جوزي كده مصاريفه كتيره وبيغسل كلى وكده يا حبيب قلبي. والحمد لله والشكر لله على كل اللي يجيبه ربنا. حلو، الحمد لله والشكر لله. طبعا يا حبايب قلبي انا بعمل الاكل طبعا في البيت، بعمل اكل، الناس بتجيب لي الاكل بعمله وبوديه وهما بيجوا ياخدوه. انا ما بروحش لحد طبعا، هما بيجوا ياخدوه من هنا، هما شغالين طبعا يا حبايب قلبي. بيجيبوا لي الاكل الصبح قبل ما يمشوا وانا بعمله، هما بيجوا ياخدوه بعد ما يجوا من الشغل يا حبايب قلبي. والحمد لله والشكر لله على كل اللي يجيبه ربنا. كويس جدا. انا النهارده هعمل السمك، هما جايبين لي السمك ده الصبح. يعني قبل ما تمشي جارتنا الصبح قبل ما تروح الشغل جابت لي السمك ده، قالت لي اعمله لها. انا بعمل الاكل من البيت من هنا، هما بعمله وهما بيجي ياخدوه. السمك اهو يا حبايب قلبي، اللهم صل على النبي. طبعا انا بعمل للناس حاجتها، يعني حاجه الناس بعملها بالنظافه وبعملها حلوه قوي، اكن انا اللي هاكلها انا وعيالي حبايب قلبي. طبعا عشان كده الناس بتحبني وبتجيب لي حاجتها كلها عشان اعملها لهم في البيت يا حبايب قلبي. اهم حاجه حب الناس طبعا. الحمد لله والشكر لله، كل اللي يجيبه ربنا كويس. فانا بعمل لهم السمك بتاعهم زي ما حضراتكم شايفينه اهو. انا اول مره اقول لكم حاجه كده على القناه، لان انا بصراحه ما قلتلكوش حاجه زي دي، انا كنت مكسوفه اقولها. بس انا النهارده ايه يعني، قلت ايه اقول لكم بقى الاكل اللي انا بعمله، عشان هو حد عايز اي حاجه انا تحت امره، اي حاجه اعملها له يا حبايب قلبي. والشغل مش عيب يا حبايبي، الحمد لله والشكر لله. بس انا بصراحه مصاريف جوزي طبعا من ساعه ما بدا ما بيروحش الشغل وكده عشان تعبان بيغسل كلى. وابني طبعا والله بقاله كام يوم قاعد طبعا من الشغل طبعا تعبان راخر. بس الحمد لله اللي يجيبه ربنا كله حلو، الحمد لله والشكر لله. كل اللي يجيبه ربنا كويس الحمد لله. ربنا بيختبر عبد المؤمن، بيشوف يعني هيستحمل ويصبر ولا لا. الحمد لله احنا صابرين على كل اللي ربنا يجيبه، الحمد لله والشكر لله. يا حبايب قلبي انا بعمل لهم السمكه اهوتي. جبت راس توم ودقتها بقرن شطه في الحون كده زي ما حضراتكم شايفين،
وجبت بصلتين صغيرين اهم، هخلطهم كده اهم يا حبايب قلبي. يا رب بس تكون الكاميرا موضحه اهو. انا قلت اساعد الناس واعمل لهم اكلهم، ومن بره ايه ربنا يكرمني في القناه ديت، ربنا يعوضني خير فيها يا رب كده وكده. الحمد لله والشكر لله. ففتحت القناه دي طبعا من ساعه ما سبت الشغل وكده وجوزي تعب، وانا فتحت القناه دي قلت مصدر رزق بقى ربنا يكرمنا بيها، وربنا يرزقنا يا رب ويرزق الجميع يا رب. فانا بعمل اكل طبعا للناس، طبعا اي اكل اللي بعمله على القناه معظمه بيبقى للناس، بطلعه للناس بيبقوا جايبينه ان انا اعمله لهم ويجوا ياخدوه مني يعني اخر النهار. طبعا دقيت راس توم بقرن شطه زي ما حضراتكم شايفين، جبت بصلتين صغنطتين خرطتهم كده زي ما حضراتكم شايفين يا حبايب قلبي. ودي دي الطماطم بخرطها كده اهي، بخرطها كده. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. انا بذكر ربنا كتير والحمد لله على اللي ربنا بيجيبه، الحمد لله. ودايما نشكر ربنا على اي حاجه ربنا بيجيبها لنا، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. وربنا يشفي كل مريض يا رب، ربنا يشفي كل مريض يا رب. فانا يا حبايب قلبي انا كده بعمل من دلوقتي السمك بالطريقه دي كده زي ما حضراتكم شايفين. الطريقه دي يا حبايبي بعمله كده، بخرط الطماطم كده بالطريقه دي اهي على الخلطه اللي انا عاملاها طبعا في الهون من تحت بالطريقه دي يا حبايب قلبي كده. يا رب تكونوا بخير يا رب، من داخل مصر وخارج مصر، كل اللي متابع قناه هاني من البيت اهو يا حبايب قلبي. يا رب تكون الكاميرا موضحه اهو اهو يا حبايب قلبي. الطريقه دي كده بخرط الطماطم الطريقه دي كرة صغيره كده الطريقه دي كده. دلوقتي انا خرطت الطماطم، فاضل واحده اهي اهي يا حبايبي. الحمد لله والشكر لله على كل اللي ربنا يجيبه. كده كده يا حبايبي خرطت الطماطم وفتحت بصل وثوم وحاجات، قرن قرن فلفل، نص قرن فلفل كده اهو اهو يا حبايب قلبي بالطريقه دي كده. الحمد لله والشكر لله. ايوه كده يا حبايبي. يا حبايب قلبي دي خضره، الخضره دي بتخلي السمك بقى في منتهى الجمال. الخضره دي بحب احطها في السمك، عشان كده الناس بتجيب لي السمك اعمله والفراخ وكله، لان انا بحط فيه نكهه كده بحطها للاكل بتخلي الاكل طعمه جميل جدا. ده فضل من عند ربنا، حب الناس للناس دي بتبقى فضل من عند ربنا طبعا يا حبايب قلبي. ان حد يثق فيك ويديك مثلا اكل تعمله ولا اي حاجه بيبقى حب من عند ربنا زي ما حضراتكم عارفين يا حبايب قلبي. اهي دي خضره، الخضره جيت بخرطها اهي زي ما حضراتكم شايفين كده. اللهم صل على سيدنا محمد اهو يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. الطريقه دي كده. اللهم صل على سيدنا محمد. الخضره دي بتدي ريحه جميله جدا للاكل يا حبايب قلبي. اظن انتم مستغربين السمك بيتحط له خضره ازاي، اكيد بتقولوا كده هو السمك بيتحط له خضره. الخضره يا حبايب قلبي دي بتخلي طعم الاكل حلو جدا في اي حاجه. انا معظم اكلي بحط فيه خضره، يعني ممكن في الفراخ المشويه بشويها بحط مثلا بتبلها وبحط بخرط خضره بعد ما بتطلع من الفرن مثلا، بخرط خضره كده وبعمل لها خلطه كده، وبعمل لها خلطه وبحط لها خضره كده وفص ثوم وكده، وخلطه سريه كده للفراخ المشويه بعملها ان شاء الله. هبقى على القناه باذن الله هبقى اعملها باذن الله، باذنك يا رب كده باذن الله. على يوم كده هنعملها مع بعضنا، اكون عملت ان شاء الله باذن الله مونتاج، والمونتاج اكون نزلته كده باذن الله، وامنتج لكم كده الفيديوهات باذن الله، باذنك يا رب ان شاء الله بمشيئه الله ان شاء الله يا حبيب قلبي. كده احنا عملنا كل حاجه كده. احنا بقى بعد الخلطه دي كلها هنعصر ايه، هنعصر الليمونه دي حبايب قلبي اهي الحبايب. بصي يا حبايبي نص ليمونه، مش هنعصرها كلها دي كتيره جدا
احنا ناخد نص ده كفايه، نص الليمونه ده كده اهو، اهو يا حبايبي اهو، بس كده نص كفايه، مش هنحط كتير، احنا نص الليمونه كفايه. هنمسك الخلطه دي كلها نحطها في الطبق دلوقتي معاكم، ثانيه واحده بقى عشان هحط الخلطه دي هنا في الطبق، ثانيه واحده يا حبايبي قلبي كده. جبنا الطبق ده كده يا حبايبي، هنحط فيه الخلطه كلها بالطريقه دي كده اهي، عشان نتبلها كلها كده وبعد كده نحشي بيها السمك. واخدين بال حضراتكم يا حبايب قلبي اهي. نمسك الخلطه دي كده بالطريقه دي زي ما حضراتكم شايفين يا حبايب قلبي اهي، شايفين الخلطه دي بقى عشان نحشي بيها السمك، نجيبها كده اهي، نحط الزيت بقى كده، الزيت فيها كده زي ما حضراتكم شايفين اهي. الخلطه اللي انتوا شايفينها دي هحشي بيها السمك يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد اهي. السمك اهو اهو، هحشي بقى السمك كده. السمك بعد ما احطه في الفرن يا حبايبي بحطه في ورق فل طبعا، ما بحسبوه، ما الناس ما بتجيش تاخده مني كده، لا ببقى مزوقاه وحاطاه في بقى فل كده ومزوقاه لهم قبل ما ياخدوه، ما بسيبش الحاجه كده طبعا. بجيب البقى فل، انا عندي البقى فل بحطه والفه في ورق سلوفان واخلي شكله حلو كده قبل ما حد ياخده. يعني انا بلفه في ورق سلوفان وبظبطه حلو قبل ما بيجوا ياخدوه طبعا، بكون انا مظبطه كل حاجه. اول ما بيطلع من الفرن بلفه في الطبق الفل، بحطه في الطبق فل وفل من اللي هي الفل دي اللي بتحط فيها الاكل، وبعد كده بلفه طبعا يا حبايب قلبي في ورق سلوفان وبياخدوه بيبقى جاهز. اللهم صل على سيدنا محمد زي ما حضراتكم شايفين يا حبايبي اهو يا حبايب قلبي كده الطريقه دي كده، الطريقه دي. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله انا بعمل الحاجه للناس بس بذكر الله، اكن الحاجه بعملها لبيتي، يعني الحاجه اللي بعملها للناس بس بذكر ربنا فيها برضو، اكن الحاجه دي اكن عيالي اللي هتاكلها يا حبايب قلبي، عشان الناس طبعا، حب الناس طبعا حاجه فضل من عند ربنا يا حبايب قلبي، فضل من عند ربنا كده. الطريقه دي يا حبايبي اللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما اخلص هدخله الفرن، اول ما وشه يحمر كده باذن الله باجي ايه مهديه النار، اول ما وشه يحمر بهدي النار بقى وان شاء الله باذن الله اول ما يطلع من الفرن. بصوا يا حبايبي الخلطه اللي فاضله اهي، ارشها على وشه كده اهو يا حبايب قلبي. هدخله بقى على الفرن على طول زي ما حضراتكم شايفين اهو. ادي السمك هيخش الفرن بقى، واول ما يطلع من الفرن هعبيه في بقى فل بقى واصحابه يجي ياخدوه يا حبايب قلبي. شايفين السمك ما شاء الله، الناس بتحب تاكل السمك من ايديا، يعني بعمله بطريقه كويسه جدا. هتخش الفرن يا حبايب قلبي، اول ما تحمر اعبيه بقى في الاطباق الفل، كل واحد ياخد حاجته بقى زي ما حضراتكم شايفين. احط بقى على الوش بتاعه كده شويه زيت بقى كده على الوش من فوق خالص كده زي ما حضراتكم شايفين يا حبايب قلبي. حبايب قلبي ادي السمك ما شاء الله هيخش الفرن كده. خلصنا صينيه السمك، هتخش الفرن بقى كده لغايه ما تحمر وشها،
وابقى ان شاء الله ما اطلعها من الفرن هبقى اصورها معاكم واوريكم النتيجه ان شاء الله. يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر يا حبايب قلبي، كل متابع قناه هاني من البيت. واشوفكم على خير يا حبايب قلبي. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه عشان القناه تكبر بفضل ربنا ثم بفضلكم يا حبايب قلبي. نستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.